بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. وبعد، أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. مع السيرة العطرة للإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، تكلمنا عن ولادته، وتكلمنا عن اسمه وحسبه ونسبه، تكلمنا عن أمه فاطمة بنت أسد. ولكن السؤال هو: ما هو شكل الإمام علي؟ هل الإمام علي كما رأيناه على بعض شاشات التلفاز أو التلفزيون أو السينما، أم أن الإمام علي له صورة أخرى حقيقية لا يعلم عنها أحد؟ وسوف نفاجأ من خلال هذا اللقاء المبارك ببعض صفات لشكل الإمام علي لم يتوقعها أحد. في هذا اللقاء المبارك نتحدث سويا ونلقي الضوء على شكل الإمام علي، ملامح الإمام علي، لأن ظهر في الآونة الأخيرة من المصادر الشيعية بعض الرسومات، وتحولت إلى صور ثم إلى مسلسلات وأفلام تتحدث عن أنها صورة الإمام علي، ده شكل الإمام علي. وبالتالي المسلم العادي عندما يشاهد خاصة هذه الوسائل الإعلامية مطروحة على الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، فمن السهل أن يراها الصغار والكبار، ولا يوجد وسيلة تمنعها، على الرغم أن لدينا فتوى سابقة ومنذ مدة طويلة من الأزهر ومن المؤسسات الدينية في كل الدول الإسلامية بمنع ظهور الأنبياء جميعا والعشر المبشرين بالجنة من الصحابة من الظهور، سواء مسلسلات أو أفلام أو أي وسيلة إعلام. واقتدى بنا الغرب عندما صنع فيلما عن السيد المسيح، اشترطوا على بطل الفيلم، البطل الذي قام ببطولة الفيلم هذا الممثل، ألا يمثل بعد هذا الفيلم أي دور من أدوار التمثيل على الإطلاق، احتراما وإجلالا لصورة السيد المسيح في الأذهان. لكن النهاردة أنت تجيب لي فيلم أو مسلسل عن عمر، ويجي البطل بتاعها اللي قايم بدور سيدنا عمر يجي يطلع في مسلسل تاني راجل بيحب ويشرب خمرة وعربيد ومع النساء إلى غير ذلك. كيف تكون المصداقية وقد لصقت في الأذهان صورة أبي بكر أو صورة عمر أو صورة علي إلى غير ذلك؟ ولذلك عندما أظهر الشيعة هذه الأفلام والمسلسلات والرسومات والصور للإمام علي، يا ليتها تطابق الأوصاف الحقيقية. للأسف الشديد هذه الأوصاف تتنافى تماما مع الأوصاف الحقيقية
والشكل الحقيقي للإمام علي كرم الله وجهه. يمكن هم يقصدوا عاوزين يخلوا شكل الإمام علي أحلى، زي الناس اللي بدأت تقول أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم طيب ده النبي بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هم يقولوا لنا لا احنا ما بنكذبش على النبي، ده احنا بنحب النبي فبنكذب للنبي، يعني بنقول أحاديث حلوة ترفع من شأن النبي. طب وهو النبي محتاج اننا نرفع شأنه بعد ما ربنا قال له ورفعنا لك ذكرك؟ كذلك الإمام علي ما أجمله وما أعظمه وما أحلى وسامته في شكله وفي طباعه وفي أوصافه الحقيقية، فهو غير محتاج إلى أن يوصف بأوصاف كاذبة. إيه الأوصاف الكاذبة عشان نبقى عارفينها؟ بيطلعوا لنا الإمام علي أزرق العينين، أبيض الوجه شديد البياض، شعره أصفر طويل نحيف وسيم، يعني كده جايبين بطل كده، يعني بطل حاجة كده مرسوم رسم. فكل الأوصاف دي غير حقيقية. طب إيه الأوصاف الحقيقية؟ خد عندك ويا ريتنا نسجل أو نكتب عندنا عشان نبدأ نتخيل مع بعض شكل الإمام علي إيه، ونبدأ نصاحب الشخصية اللي احنا متخيلينها ديت ونمشي معاها في الأحداث اللي هنبدأ نتكلم عليها في الحلقات اللي جاية. يبقى أنت عارف الإمام علي بيعمل كذا، يبقى أنت متخيل شكله. يعني زي القصص بتاع القرآن كده، قصص القرآني بيوصف الأبطال بتوعه وصف كأنهم عايشين في الحياة. يعني يقول لك إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك فأصبحت فتنادوا مصبحين، يعني بيوشوشوا وخبط تعالى يا فلان في السر، يعني كأن المشاهد في بانوراما ماشي ضمن الأبطال بتوع القصة في وسطهم، يحس برائحتهم، يشم ريحتهم وسامع الهمهمة أو الصوت الخافي بتاعهم. ده القصص القرآني، ودي قصة الإمام علي اللي معانا. عشان كده لازم نعرف شكله إيه، الشكل الحقيقي عشان نتخيله مع بعض كلنا، ما يبقاش الشيخ بيتكلم في وادي والمشاهد في وادي تاني. خد أول صفة، كان الإمام علي ربعة. إيه ربعة دي؟ كلام ألماني خالص غريب أهو. ربعة يعني متوسط الطول. متوسط الطول لأن جايبينه في الأفلام الإمام علي طويل حاجة كده، يعني 2 متر ولا حاجة. هو ما كانش كده خالص. الحديث بيقول إيه؟ كان الإمام علي ربعة أي متوسط الطول ولكنه إلى القصر أقرب. يعني لو قلنا هو متوسط بس أقرب للطول ولا أقرب للقصر؟ هنلاقيه أقرب للقصر منه إلى الطول. يبقى الإمام علي أطول من القصيرين بشوية أو متوسط الطول. ده طول الإمام علي كرم الله وجهه. صدر الإمام علي كده صدر مصارعين، صدر أبطال، يقول لك عريض المنكبين، كلمة بيجيبوها كده في الأفلام ويضحكوا عليها من غير ما يفهموا معناها. عريض المنكبين ده اللي هو صدر المصارعين والأبطال وبتوع الملاكمة والحاجات دي، اللي هو كتافه عريضة، عريض المنكبين، له عظام في كتفيه بارزة. ايه العظام البارزة؟ اللي بنشوفها في بعض الناس بتاعت المصارعة اللي بيسموها مجانس، حاجات هنا كده بتبقى بارزة جنب الرقبة. دراع الإمام علي، الدراع في كف وساعد وعضد، يعني 3 حاجات. الكف اهو معروف. طيب والساعد؟ الساعد اللي بين الكوع والكف بيمسك في الكف، والعضد اللي بيمسك من الكوع للكتف ده اسمه عضد. الإمام علي كان قصير الساعد وقصير العضد، قوي الساعد وقوي العضد، يعني دول ما كانوش طوال زي دراعنا كده مثلا، كان أقصر من ده بس الإيد لكمة كده، يعني قوي حتى تظن أن ذراع الإمام علي قطعة واحدة، يعني احنا كده حتتين اهو أو 3 حتت،
خلاص بيتحركوا. الامام علي بيتحرك كده، يعني دراعه بيتحرك كده، اللي يشوفه كأن دراعه قطعة واحدة قوية جدا، قوة الساعد والعضد. ودي بنلاقيها برضو عند الملاكمين والمصارعين، لأن الإمام علي في الحقيقة في شبابه كان مصارعا يصارع الأبطال، فدي صفات من صفات المصارعين. طيب الشعر الأخضر ولا الشعر الأصفر بتاع الإمام علي بقى، إيه رأيك؟ الإمام علي لا شعره كان أصفر ولا كان أسود، أمال يطلع شعره إيه؟ ما كانش عنده شعر خالص. أنا بقول مفاجآت. الناس ما كترت ما اتفرجت على الحلقات والمسلسلات والأفلام. تخيلوا كده، تعال اكتب بس صور الإمام علي، اكتب صور الإمام علي على جوجل ولا حاجة، هيطلع لك، هتبص تلاقي صور إمام علي الأبطال بتاعت المسلسلات والأفلام، ودي كلها مصدرها كما قلت الشيعة. هم تخيلوا الإمام علي كده بالصورة الوسيمة الجميلة دي. الإمام علي كان أصلع الرأس، لا يوجد شعر في رأسه إلا في مؤخرة الرأس، يعني كل ده كان أصلع ما عدا شريط ورا صغير كده، ده للإمام علي. كان أصلع الرأس، ويوجد لديه بعض الشعر خلف الرأس. ادي الشعر في رأس الإمام علي. طيب وايه تاني؟ قال لك لا العكس بقى، كان كثيف شعر الصدر والكتفين. صدر الإمام علي وكتافه الاثنين كان شعر تقيل جدا، يعني كثيف شعر الصدر والكتفين. طيب وايه تاني؟ طب عينين الإمام علي كانت خضراء ولا زرقاء ولا صفراء ولا كان شكلها ايه؟ قال لك كان أدعج العينين. أنا بقول كلام لغة عربية فصيحة، لكن ما أظنش واحد فاهم الكلام ده لأنه من غير متداول. أدعج العينين يعني إيه؟ يعني سواد العين، النن بتاع العين شديد السواد، وبياض العين شديد البياض. وده من صفات جمال العين، يعني أجمل عين في الدنيا مش الملونة، أجمل عين اللي هي شديدة السواد والبياض بتاعها شديد البياض. عشان كده لما نلاقي بياض العين أصفر يقول لك ده عنده الكبد والعياذ بالله، أو عيان، أو في عنده حاجة، في مشكلة. لكن كل ما كان البياض شديد البياض والسواد شديد السواد وسيلة من وسائل الجمال. ضيف له صفة ثالثة للعين، كان واسع العينين، عينيه واسعة شديدة السواد شديدة البياض. ده عينين، العينين بتوع سيدنا علي. طب شكله كان ايه لما هو بالمواصفات دي؟ شكله، شكل الوجه بتاعه وجسمه شكله ايه؟ كان أدم شديد الإدامة. يعني ايه برضو الكلام ده؟ كان أسمر اللون شديد السمرة. أظن لو حد بقى من اللي بيحبوا الإمام علي قوي بقى وسمع الكلام ده يقول ده الشيخ كده يعني بهدل الإمام علي، ده خلى شكله. لا، ده حتى بيقولوا في المثل الجمال أو السمار نص الجمال. السمار نص الجمال، في الأبيض الجميل وفي أبيض مش جميل، وفي أسمر جميل وفي أسمر مش جميل. وملكات الجمال في العالم فيها الأبيض وفيها الأسمر. يعني السمار مع الإمام علي ما كانش دمامة، ده كان وسيلة وسامة للإمام علي رضي الله عنه وارضاه. كان الإمام علي كرم الله وجهه كثير الابتسامة، يعني ما بيبتسمش مرتين في السنة. ودي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان باسم الوجه. كان وجه الإمام علي ككل وجهه كالقمر في ليلة البدر، تحس إن في نور طالع من وجه الإمام علي. مشية الإمام علي كان يمشي كأنه يخلع رجليه من الأرض، كأن رجليه لازقة في الأرض ويخلعها. ودي على فكرة كان يمشي يتكفأ، وده مشية النبي كانت كده على فكرة. عشان كده الإمام علي كان إذا مشى أو تكلم أو ابتسم كان كأنه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحرب كان يهرول، ما كانش يمشي، كان يجري، يخش المعركة جري، ما يخش معركة ماشي ولا بيمد، كان يهرول. دي أغلبية صفات وشكل الإمام علي عشان نتخيل هذا الصحابي الجليل العظيم الجميل الوسيم
البطل المصارع معنا في بقية الحلقات وفي هذه السلسلة المباركة من خلال هذا البرنامج من المؤمنين رجال.